أهلا وسهلا بكم. المعروف عند كل الناس إن الملك فاروق هو آخر ملوك مصر. الحكاية غير كده خالص، لأن بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 الملك فاروق أجبر عن التنازل عن العرش لابنه أحمد فؤاد الثاني. أحمد فؤاد الثاني هو ابنه من الملكة نريمان وهي زوجته الثانية، ولكن ابنه كان عنده 5 شهور، فتم وضع الملك أو أحمد فؤاد الثاني تحت الوصاية لمدة 11 شهر. وطبعا في الفترة دي كلها ما كانش الطفل هو اللي بيحكم، لأن كان في طبعا مجلس هو اللي متولي إدارة البلاد. وبعد كده تم إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية في يونيو 1953، وبكده آخر ملك هو كان الملك أحمد فؤاد الثاني، وهو طبعا عايش بره مصر لغاية دلوقتي، وطبعا بيتودد كل فترة وبيجي زيارات كتير إلى مصر، وكان آخرها في شهر مارس 2025.